انا محمد فراج ومعاكم النهارده مع شاي بعد الفطار. اتعرض عليا الورق في فتره من الفترات، كنت بقرا مسلسلين على وشك ان انا اخد القرار في واحد فيهم، وما كانش لسه منتهي الصلاحيه ظهر لي خالص يعني. فلما جالي الورق دوت حسيت انه احنا قدام قضيه، مش مجرد مسلسل للمتعه يعني، قضيه مهمه خطر ليها مساحه كبيره قوي من الكلام والمناقشه لازم نعملها يعني. اتكلت على الله وخدت القرار. طبعا دي حاجه مهمه جدا لانه ده اعتقد اساس شغلتنا. اي فنان لازم يبقى عنده حاجه بيقدمها للمتلقي اللي بيتفرج عليه او اللي بيسمعه، سواء بقى بيمثل، بيكتب، بيلعب مزيكا، بيرسم، بيفن. فالفن دوت المواضيع اللي بتبقى من النوعيه دي تخص قضايا مهمه جدا جدا بتهم الراي العام طبعا. واحنا مش بنبيع مكرونه يعني، فاهم قصدي؟ احنا بنشتغل في المشاعر والاحاسيس وبنخاطب عقول الناس ونفسيتهم. فلازم تبقى عندك دلائل قويه تعمل بيها يعني. منها الموضوع المهم اللي انت بتتكلم فيه او الحدوته، الورق يعني عن ايه. اعتقد ان احنا مش شبه بعض قوي، اللهم الا مثلا في حبي للاسره اللي انا ممكن اكون كصالح اتحرمت منها بشكل او باخر. حب الاسره دي جميله، لا لا لا، هي جميله جدا جدا جدا، بنت موهوبه جدا، شاطره ما شاء الله عليها، الله اكبر. وكلنا شفناها في كامل العدد اصلا كمان السنه اللي فاتت يعني. وجيسيكا كمان مجتهده يعني، شطوره مجتهده، وقماشتها ما شاء الله حبيبتي عريضه يعني، بتحس كويس الحاله، ومخها صاحي شغال في الشخصيه، عايزه بتستقبل يعني. دي عوامل حسنت كتير من علاقتي بيها في الشغل، وعملنا مشاهد حلوه قوي قوي مع بعض يعني. انا استمتعت جدا بالشغل معاها ما شاء الله عليها، الله اكبر يعني. صالح مش صالح. طب ما هو لما حدش بيعرف عن حاجه كده الناس هتعرف، مش عايز حد يعرف. مش عايز حد يعرف عندي حاجه. مواهب تانية لا يعني. انا كنت بلعب كوره، واعتقد يعني معروف شويه لحد ما ان انا كنت بلعب كوره فين كمان يعني. وانا اهلاوي جدا جدا وبحب الكوره جدا، بس ما بلعبهاش بقى لي فتره طويله، بس بحب اتابعها يعني. انا ما كنتش بحب القرايه، كنتش ببذل مجهود كبير في القرايه لاني ما كنتش رايح لها قوي. مؤخرا الموضوع دوت ابتدى يزيد عندي، اللهم الا شغلي او السكريبتات اللي انا بشتغل عليها او بقراها. بس القرايه عموما ككونسبت دي حاجه مهمه جدا 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 للممثل، للبني ادم عموما يعني، وللممثل بشكل خاص. فدي حاجه انا ابتديت ارجع انميها تاني بصراحه. بحب اسمع مزيكا قوي، بحب المزيكا عموما جدا جدا يعني. مهندس معماري، كان نفسي ابقى مهندس معماري. انا بحب الرسم الهندسي والعماره جدا جدا يعني. لا مش من الناس دي، بس طبعا ما احبش حد يغلط بشكل او باخر يعني في النادي اللي انا بنتمي ليه يعني او بحبه يعني. اكيد بحب النادي بتاعي وبحبه دايما يبقى في اعلى المراتب ومحقق كل حاجه طبعا. بص اصل انا اقول لك على حاجه برضو، الحته دي برضو فيها كلام شويه. انا كنت بلعب كوره وبحب الكوره، بس مش من الناس اللي هي بتقفل يعني، بنسمع وبنتكلم ومقدر اللي قدامي يعني بيحس بايه وبيتكلم ازاي وبشوف يعني، بس بتبقى في ثوابت. انا منتظر ان شاء الله باذن الله مسلسل كتالوج تاليف ايمن وطار واخراج وليد الحلفاوي، المفروض هيتعرض على نتفليكس ان شاء الله في خلال فترة قريبة يعني، ان شاء الله يتم العرض. ومنتظر كمان جدا نزول فيلم الست تأليف احمد مراد واخراج مروان حامد، بعمل فيه شخصية احمد رامي. دول يعني تقريبا اقرب حاجتين ممكن يبقوا للجمهور قريبين يعني.